ايه يا رب؟ اشمعنى انا يا رب؟ اشمعنى انا اللي خلقتني فقير؟ اشمعنى انا اللي امرض؟ اشمعنى يا رب حبيبي اللي يجيله فشل كلوي؟ اشمعنى يا رب ابويا اللي يجيله سرطان وابويا هو اللي يموت بدري؟ اشمعنى يا رب؟ ليه يا رب؟ ناس كتير بتسأل الاسئلة دي، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. معظم اللي الحدوا بسبب كلمة ليه يا رب، وهم بيبصوا في القدر، هم مش فاهمين المعنى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ان من تدبر حقا، اللي هيتدبر ويفكر بحقه حقيقي في حكمة اقدار الله، كل حاجة ليه، وفي حكمة شريعة الله، علم ان كل شيء تم ببالغ الحكمة والرحمة. ابن عاشور بيقول لك لو فكرت بجد هتعرف ان كل حاجة مليانة حكمة ومليانة رحمة ومليانة سبحان الله العظيم. زوجتي وهي في المستشفى جالها واحده فبتكشف زوجتي بتقول لي حسيت ان هي يعني ايه عندها حاجه نفسيه كده، فبتقول لها مالك؟ قالت لا انا خلفت بنت لما اتجوزت، حماتي وجوزي بهدلوني وطردوني وضربوني، بتقول شويه حملت تاني، جت بنت تانيه طردوني وشتموني واهانوني وذلوني، بتقول حملت تالت جه الولد، خلاص فرحوا بيا بقى، الولد طلع عنده ضمور في المخ. بتقول احنا متبهدلين من يوم ما جه هذا الولد. ما تقولش ليه؟ انت ما انتش عارف الخير فين اصلا، انت جاهل، انت تعرف منين؟ ممكن تكون شايف ان دي الخير وهي قمة الشر، ممكن تكون شايف ان ده الشر وهو قمة الخير. ربنا بيقول وحرمنا عليه المراضع، ربنا حرم على موسى وهو رضيع المراضع، يا حرام. طب الطفل المسكين اللي عنده ساعات وبيصرخ من الجوع ده ليه مش عارف يرضع؟ لولا تحريم المراضع ما كانش نجا من فرعون، لولا تحريم المراضع ما كانش رجع لأم موسى. انت ما تعرفش الشر بالخير منين اصلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يا رب اتجوز فلانة، وفلانة دي هي اللي لما هيتجوزها هتجيب ابوها واخوها ويرموهم البلكونة يقتلوه. يا رب اشتغل العقد الفلاني، اشتغل الشغلانه الفلانيه، وهيحصل له مصيبه هناك وهيتسجن اصلا. الانسان مش عارف الخير من الشر. حط نفسك في مكانك واعرف ان ربنا اللي يعلم، واعرف ان ربنا هو العليم الحكيم، وفوض له وسلم له. غير بقى الشريعه الاسلاميه، غير القدر، ان احنا ما نقولش ليه يا رب، اشمعنى انا يا رب؟ انت والله ما تعرف الخير فين، والله ما انت عارف مصلحتك. اللي انت بتقول ليه يا رب عملت فيا كده دلوقتي، بعد 5 سنين هتقول الحمد لله يا رب ان لولا ده حصل انا كنت ضعت اصلا. ده كان سبب الفرج والفتح في حياتي كلها. وياما انا عندي في ملف النعم اللي بحمد ربنا عليه، ملف نعم ربنا عليه، انا عندي ركن خاص للابتلاءات اللي حصلت في حياتي، واللي لما مرت السنين اكتشفت انها قمة النعم وقمة الفتح. ولولاها انا ما كانش زماني بتكلم الوقت عن القرآن وبدي مقطع دعوي، ولا كان زماني في الدعوة الى الله اصلا. لازم نتعامل مع ربنا، نفهم يعني ايه لا يسأل عما يفعل، لان كل افعاله قمة الحكمة، لان كل افعاله قمة الرحمة، لان كل افعاله قمة مصلحتك.